جيبوا لي نص صدر الدجاج ونروحوا نحضروا مع بعضنا 20 حبه من المملحات اللي يجوا مقرمشين من برا ومفرمجين من داخل، وراح نعطيكم العجينه اللي تجيكم خفيفه وطريه وما تشربش كامل الزيت. ومتاكده الا جربتوهم رايحين تعتمدوهم، والناس اللي عندهم مشاريع في المملحات صدقوني هذه اللي راح ترجع عندكم ادمان. سهله وبنتها روعه، سجلوها عندكم اكيد تحتاجوها. للوصفه عندنا 4 كيسان فرينه غربلتهم، نص مغرف صغيره سكر، نص مغرف ملح، ونص مغرف خميره الخبز كما راكم تشوفوا، 4 مغارف تاع زيت وشويه اعشاب عطريه. نخلط كل شيء مليح مع بعضه ونجمع بالحليب اللي لازم يكون دافئ. نجمع العجينه تاعي وما نخليهاش طريه، يعني لازم تكون عجينه حاكمه روحها وما تلصقش في اليد. نجمعها مليح ومن بعدها نغلفها بابي فيلم يكون كونتاكت ونخليها تريح حتى تتضاعف شويه، ما راحش تخمر ياسر لانه كميه الخميره قليله. للحاجه البنين تاعنا قليت حبه تاع بصل كما راكم تشوفوا كاريات قصيتها، ونص صدر تاع الدجاج رحيته في الاشواق. عندي مطارد، ملح، فلفل اسود وتوابل الدجاج وشويه اعشاب عطريه اختياريه ليكم. بعد ما يتقلى الدجاج تاعي مليح ويطيب نضيف له شويه تاع معدنوس وشويه تاع الفرomاج وشويه تاع لاكريم فريش، نرجعهم فوق النار حتى يعقدوا، ونروحوا للعجينه تاعنا اللي تكون خمرت وريحت مليح كما راكم تشوفوا. ومن بعدها نهبط لها هذاك الخمر بالطريقه هذه ونقسمها لكرات 20 كره، لانه راح نديروهم صغار ما راحش نديروهم كبار. بالطريقه هذه نقسمهم الكرات يكونوا صغار ونروحوا نشكلوا المملحات تاعنا. وقبل ما نشكلهم الاحسن نخليهم يريحوا حتى 5 دقائق باش تسهلنا. الطريقه الاولى رايحين نخدموها بلا اله كما راكم تشوفوا. اول حاجه نحل العجينه تاعي رقيقه وندير الحشو تاعي على شكل مثلث ونحط شويه موتزاريلا، انا حطيت موتزاريلا وحطيت كريار، ونشكلهم كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. نغلق على شكل مثلث، هذه الطريقه الاولى. وبالنسبه للمملحات اللي درتهم معكم في الاول اللي يجوا صغار كما راكم تشوفوا، نجيب الاله هذه تاع السفلي بالطريقه هذه، نحل العجينه تاعي تكون شويه رقيقه ونحطها في الآلة تاع السفلي، ومن بعدها نحط الحشو ونفرمجهم بالطريقه هذه، وندير شويه تاع الماء على الاطراف باش تلصق العجينه ونديرهم بجنب. ونروحوا نوجدوا القرمشه والبنه كامل. انا استعملت لا شابلير من لا مارك فود بيت، هذا المنتوج الجديد اللي راهو في الاسواق، منتوج بلادي صدقوني بزاف بنينه وتبقى تقرمش. واهم حاجه شوفوا الباكاجينغ تاعهم ساهل في الخدمه، يعني غير تفتحوا العلبه تاعكم تعاودوا تقفلوها بسهوله تامه. انا جبت لا شابلير تاعي، غطست المملحات تاعي في البيض ومن بعد درتهم في لا شابلير قلت لكم من لا مارك فود بيت، جات بنه صدقوني. لا شابلير هذه تجي محمصه الداخل وتشوفوا قوام وبنتها من اروع ما يكون. هنا كما راكم تشوفوا، شوفوا لهنا لونها تجي محمصه وفيها ريحه روعه. انا كما راكم تلاحظوا نقلي المملحات تاعي بالطريقه هذه ومن بعدها نحيهم. طريقه التقديم اختياريه لكم، انا درت لهم لي صوص هذو وشويه تاع السلطه، جربوهم خلوا لي رايكم فيهم. سلام.